ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ بروح ثانوي اساسا حاسس ان انا كلمه عبد الرحمن ثانوي اساسا دي وحشتني قوي بجد، بقالي كتير قوي بصور محتويات لقنوات تانية وبتاع، فاللي هو حاسس ان انا وحشتني الجمله دي. المهم انا مبسوط قوي لدرجه ان انا بحاول افرمل نفسي ان انا ما احسسكمش ان انتوا خلاص خلصتوا، فهنهدى هنمسك شعبه شعبه. واحد علمي علوم دلوقتي عنده ايه؟ جيولوجيا واحياء. انا وانتوا عارفين ان الجيولوجيا ايه؟ ماشي الدنيا، جيولوجيا ماشي الدنيا حلو قوي. عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت خلاص شويه هتخش تخلص الدنيا في الجيولوجيا، وبعدين هتبقى اخر ماده الاحياء. كويس قوي ان اخر ماده الاحياء، لان ماده زي الاحياء يعتبر علم علوم ده ايه؟ احياء. ماده الاحياء ماده كبيره فيها حفظ كتير، ماده مهمه وكبيره. كويس ان هي في الاخر. ليه؟ لان انت دماغك ما فيهاش اي حاجه غير ان انت تعمل فيناله فجره في الاحياء، ما تفكرش في اي حاجه غير الاحياء. فبالتالي هيكون عندك فعلا قدره ذهنيه ان انت تعمل تفنيشه، هي دي اللي انت هتفتكرها طول حياتك، دي اللي هتفنش بقى ايه في اخر ماده جامد. ده كده علم علوم بجد حاجه لذيذه جدا. جيولوجيا بتخلص هتاخد 30% من دماغك، وبعدين بقيت حياتك كلها هتبقى احياء لمده كام يوم وهتخلص وهتاخد الاجازه. مبروك مقدما. ماشي. اتنين علمي رياضه. لا خلينا علمي رياضه في الاخر لان انا قلت كلام كتير قوي فيه. خلينا نخش في الادبي. ارياس اهو استنى اهو. علم نفس. علم نفس واجتماع والفلسفه والمنطق. ايزي الاتنين ايزي يعني انا طبعا مش عايز اوفر قوي بس الاتنين ايه؟ مش تاريخ ولا جغرافيا فاهمني؟ خلاص هانت يعني انت تعتبر ايه؟ خلاص يا وحش هانت يعني. مش هقول لك ايه يعني انت خلاص فاهم. نخش بقى على الوحش بقى بتاع علم الرياضه. بجد يا جدعان انا بجد انا علم رياضه تمام. كان نفسي يكون ده جدولي. اول ما بصيت على الجدول لما انتوا رجعتوا بعت لكم فويس على الواتس. يا جماعه سهل قوي، ناس كتير جدا تقفل الرياضه السنه دي. ليه؟ لما انت تكون علم رياضه وتقعد تذاكر ارقام بس. يا عم ما تكون علم رياضه ايه؟ لما تكون بني ادم وتقعد تذاكر ارقام بس، ده بيزود الانتاجيه وبيزود معدل الفهم جدا. عبد الرحمن انا مش مصدقك يعني، مش فاهم انت بتقول ايه، مش قاري. ما هو انت يا رياسه مش خبره فاهم؟ انا خبره لان انا واحد علم رياضه ودلوقتي بذاكر ماس كتير جدا. بابا انت عمرك تقول كليتك ولا ايه؟ يا عم ماشي الدنيا خلاص. واحد زي بيذاكر ماس كتير جدا. بقول لك ان انت لما تذاكر ماس بس فتره طويله ده بيعلي الانتاجيه جدا. فانا بقول لك خش بقلب جامد، خش بقلب جامد حتى لو انت في فروع ضايعه منك. بمناسبه بقى الفروع عايز اقول لك بقى كام حاجه كده قلت لك قبل كده بس اللي ما يعرفهمش لازم يعرف الكلام مهم قوي ده. جبر وهندسه فراغيه دول يخلصوا في 6 7 ساعات. تخلص في 6 7 ساعات. كالكولاس او تفاضل وتكامل دوت حفظ بصمج حفظ. استاتيكا طويله بس سهله. طب الديناميكا صعبه بس صغيره. حلو قوي الكلام ده. معناه ان انا هضرب الست 7 ساعات اخلص الجبر والهندسه تمام. ابصمج الكالكولاس واقعد احل كتير قوي. تحل كتير قوي. ما تذاكرش حل كتير. بصمجت شويه ساعتين هنا ساعتين هنا طول السنه، ساعه هنا ساعه هنا. عمال تبصمج تيجي هنا وتبصمج تاني، بصمجه على بصمجه والدنيا هتمشي. حلو قوي الكلام. طب الاستاتيكا والديناميكا نتبع اساليب بقى مختلفه. لما انا ادخل دلوقتي الاستاتيكا تبقى عقلتي ايه؟ انا هخلص وحده. طب لما اخش على الديناميكا هخلص درس. ليه؟ الدرس صعب بس ايه؟ هما كده دروس قليله، لكن الاستاتيكا دروس كتير بس هما سهلين. ماشي الدنيا ايه؟ خد لك واحده كامله. حلو قوي الكلام. مبدئيا كده تقييم النضاره، ثانيا تقييم الشعر، ثالثا تقييم الجلابيه، رابعا اشتركوا في القناه، خامسا اشتركوا في القنوات بقى التانية بتاعتي عشان بجد ثانوية اساسا دي مجرد بداية وتوحشوني قوي يا رجالة. خلاص هانت. سلام.